بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل البوري كده صينية في الفرن بطريقة مختلفة، وان شاء الله هتعجبك الطريقة بإذن الله. والله احلى صينية بوري هتاكليها لو جربتيها. الصينية البوري بالتوابل والخضار اللي في الفرن، بسم الله ما شاء الله على طعمها وعلى جمالها. هنغير ان احنا ايه، يا نشويه يا نعمله في صينية بالطماطم اللي هو الصينية المسبكة بتاعتنا. وهنجرب الطريقة ديت كده، واحب ان انا ايه اعرف رأيكم في التعليقات. هنجيب بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، واربع حبايات طماطم، ومعانا فلفل حامي وبارد مقطعينه، ومعلقة توم فرمينها. طبعا انت بتعملي كل المكونات ديت على قد الكمية السمك اللي انت هتستخدميها. البوري معانا هو غاسلينه غسيل كويس اوي، وشايلين القشراية اللي على الجسم البورياية، منضفينه كده حلو قوي، وقصين يا دوبك الديل بتاع السمكة، غاسلين الخياشيم ومنضفينها حلو قوي عشان ما يكونش فيها رملة ولا حاجة. هناخد بقى كل المكونات بتاعتنا. الأول هنيجي على البصل، هنجيب معاه ملح وفلفل أسمر وشطة للناس اللي بتحب الأكل يكون فيه شطة، وكزبرة ناشفة وكمون. وهنمرط البصلاية بتاعتنا اللي هو كنا بنعمل الأول ايه، نقولك سمك كده بالمرتة، لحد ما البصلاية تصفي المية اللي فيها وتدبل معانا، عشان لما نيجي نستخدمها في الأكل ما تبقاش ايه البصلاية محصحصة معانا في الأكل. بعد كده بقى هنجيب بقية الخضار والمكونات اللي معانا يا حبايبي كده زي ما احنا شايفين، وبنقلبهم كلهم مع بعضهم في ايه عشان ياخدوا من التتبيلة والملح اللي احنا ضفناه على الخضار بتاعنا. هناخد جزء صغير كده هنرشه على وش السمك بتاعنا، هنفرش بقية الخضار في أرضية الصينية زي ما احنا شايفينه كده، ونرص ايه السمك على الخضار اللي احنا فردناه. والجزء اللي احنا اخدناه ده هنحاول ان احنا نرشه كده على وش السمك عشان ياخد من التتبيلة اللي احنا عاملينها. على قد ما نقدر كده ايه نحاول ان احنا نغطي بيه السمك، حتى لو حاجة بسيطة كده كده هو هياخد من التتبيلة وهو ايه بيستوي. بعد كده هنجيب بقى رشة زيت، ما بياخدش مننا زيت كتير، وبتبقى أكلة خفيفة وجميلة، وبيفضل البوري كده طعمه حلو قوي وسمين زي ما هو، وبسم الله ما شاء الله بيديكي والله العظيم أحلى صينية بوري هتاكليها وجربيها. فرن بسم الله ما شاء الله ومطلعينها، شايفين الجمال بقى والطعم تحفة. وبألف صحة وعافية يا رب. هتاكلي الخضار جنب الرز هتلاقي طعمه كده واخد من السمك وحاجة بسم الله ما شاء الله. جربيها وادعيلي.